السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم ودي قناة ايه والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده البتنجان المخلل الكداب، حاجه كده بدون سلق بدون قلي، بس في نفس الوقت يديك ايحاء كده انه 2 في 1، انه مسلوق وكمان مقلي. ازاي هنعرف ده خلال الفيديو، وكمان هقول لكم رأيي بصراحة اذا كان فعلا يستحق التجربة ولا لا. تعالوا بس كده نشوف ايه الطريقة، بس ما تنسوش تشجعوني بلايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امر. اول حاجة بقى معايا كده كيلو من البتنجان. هبدأ طبعا اغسله كويس جدا، وبعد كده هبدأ اجيب صينية عندي وهرصه فيها. بقى ما رصيته بالشكل ده، هبدأ بقى كده احط عليه 1.25 كوباية من المية. احط عليه كمان 1/4 كوباية من الخل و1/4 كوباية من الزيت. طبعا كمية الزيت قليلة جدا، وده طبعا هيوفر معانا الزيت بشكل كويس جدا. هبدأ بقى كده اشغل النار عندي على نار متوسطة. احط طبعا الصينية بتاعتي، وهبدأ كده احط غطاء عليها. تعالوا بقى كده عقبال ما البتنجان يستوي نحضر الخلطة الحلوة بتاعة البتنجان. معايا بقى كده راس توم متوسطة، معايا كمان قرنين فلفل، ده فلفل رومي. حابة طبعا تستخدمي اخضر براحتك، حابة تستخدمي احمر برضو طبعا براحتك، طبعا اللي يناسبك ويناسب اسرتك طبعا حطي. احط كمان كده معلقة ممسوحة من الملح مع الفلفل والثوم، وهبدأ ادقهم كويس جدا. بعد بقى ما دقيتهم كويس جدا كده افضيهم بقى كده في طبق عندي. احط بقى نص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكزبرة. طب ده ايه بقى؟ دي عصير ليمونة كده، عليها معلقتين كبار من الخل. هبدأ بقى اقلب كده تقليبة حلوة بقى كده للخلطة القمر دي عندي. ده بقى كده البتنجان بعد حوالي كده 8 دقايق بدأ بقى ان هو ياخد اللون الحلو ده كده. بدأ طبعا يطرى عندي. اول ما الاقي ان هو طري من تحت هبدأ اقلبه على الوش التاني، وهسيبه برضو على نار متوسطة لحد برضو ما يستوي. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا، لانها طبعا بتوفر الزيت، بترحمنا طبعا من وقفه كمان الآلية والطاسه والزيت اللي بيفضل بقى يطرطش يمين وشمال على البوتاجاز. بعد ما استوى عندي الوش التاني اخد عندي 5 دقايق، يعني كده اخد معايا على البوتاجاز يعتبر ربع ساعه. هنا ببدأ بقى افتحه بالسكينه زي ما انتوا شايفين اهو، بقى طري ومستوي وتمام. بعد ما فتحته طبعا كله كده هبدأ بقى اجيب الخلطة الحلوة بتاعتي اللي عملتها، وابدأ طبعا احشيه بيها. زي ما انتوا شايفين اهو، تحسوا ان هو ايه، يعني هو كأنه مقلي بالظبط في الزيت، يعني لونه اللي بيلمع ده كأنه مقلي في الزيت. ابدأ بقى احشي كده كل الكمية اللي موجودة معايا. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي حلوه جدا، الطعم كمان خفيف جدا جدا، طعمه كمان حلو. طبعا امهاتنا كمان اللي بيحبوا الاكل الخفيف او اللي مفيهوش زيت كتير هيعجبكم جدا جدا. ده بقى كده الشكل النهائي هو للطبق عندي. عايزه اقول لكم ان طعمه حلو جدا جدا بجد وخفيف، باذن الله هيعجبكم. ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.